الأخضر وخارجه. واليوم نهنئ لاعب الهلال السوداني السابق والمحترف في نومانسيا الإسباني مهند الطاهر بزفافه. تقرير الزميل عبد الحفيظ عقود. يمر ويراوغ ويدخل إلى منطقة الجزاء ويمرر كرة وجول! والله طبعا شعور أي أم، شعور أي أم تشعر به. نسأل الله ربنا يوفقه من حلمها، وألف مبروك ألف مبروك لبنيتنا عسولة، وألف مبروك لابني مهند، ربنا يسعده. يتاخر يعني المفروض كان قبل 5 سنة 7 سنة لورا المفروض كان اتمناه يتزوج، لكن الرئيس قسمه كل شيء عنده يوم يعني ما ساكت يعني. اجانا من سنار وجانا من بورسودان وجانا من كسلة وجانا من القربة وجانا من حلفة وجانا من كل الباء والقاشات وكل الحمد لله والله يعني ما خلوا الله. وفي الخرطوم هنا اهالي في الخرطوم ما قصروا والله. نسال الله ربنا يعني يقدرني ويرد لهم الجميل يعني، ونتمنى له يعني في اسبانيا يمشي الشيء دايره يعني. نسال الله ربنا يوفقه فوقه. نهني ابننا مهند الطاهر بمناسبة زواجه، ونتمنى له حياة زوجية سعيدة إن شاء الله، ونشكر كل الذين حضروا المناسبة وشاركوا، ونقدر لهم هذا التعب إن شاء الله. يا عديلة يا بيضة اطلعي كسيوة الليلة شوي فيك وذلك الله. صدى الملاعب بيرحب بعريس الموسم ونجم السودان الدولي مهند الطاهر، وبنقول له الفرحة فرحتين، في الأول الاحتراف والآن الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أنا بشكر قناة الMBC وبرنامج صدى الملاعب على هذه الفرصة الطيبة اللي أتوا لمشاركتي في هذا الزواج، وإن شاء الله الفرحة بكم بتكتمل إن شاء الله. بهني الأخ مهند الطاهر على الزواج الميمون، واتمنى له بيت مال وعيال. يمكن مهند شخص عزيز عليه شديد، ويمكن صديق قبل ما يكون لاعب، وانا بتمنى له حياه زوجيه سعيده، وبتمنى له كل الخير. وبالنسبه للعبه في اسبانيا اتمنى له التوفيق مع فريقه، وانا متاكد من مهند وعارف امكانياته، وان شاء الله ربنا يوفقه ويشرف الكره السودانيه ان شاء الله. اتمنى له بيت مال وعيال مع زوجته ان شاء الله. وبجد يعني هو بالنسبه لنا فضل كبير جدا في فرقه الهلال، وكل اللاعبين طبعا هو بالنسبه لنا معروف على شخص محب جدا، الناس كلها بتحبه وتريده. بالتأكيد ألف مبروك للاعب مهند الطاهر ولكل أفراد عائلة الطاهر. يمكن مش متعودة على حفيظ عقود، دايما بدلة، اليوم تيشيرت وعرس مش ضابطة. في شيء استوقفني، عندكم عادات معينة بالزغروطة بتمسكوا هنا صح؟ احنا بنعمل هيك. نعم في البداية، بس خلينا دي نزيف دي فرصة يعني أبارك للكابتن رجع لك الذكريات. نعم، وبالرفاء والبنين، وطبعا آمين يا رب. هو الزواج فيه استقرار للاعب، خاصة هو على أعتاب الاحتراف الخارجي. غربة. نعم،
طبعا الكثير من العادات تغيرت، العادات القديمه، ولكن ظلت هذه عاده. وايش كيف هي وين الايد بتنحط؟ بيحطوا السواين هنا، لكن ما عنده اي تاثير لانه بس الحركه. بس الحركه هاي. طب انت وين تزوجت؟ وين عملت العرس؟ نحن تزوجنا ايام كان العرس لسه التقليدي، الزواج كان داخل البيت، سواء داخل بيت العريس او داخل بيت العروس بينتقل. ولكن حاليا هنالك صالات خصصت لهذا الغرض للتأجير تستوعب الآلاف من المدعوين. ما شاء الله. أول مرة يعني بشوف يعني العريس سمحت له العروس إنه يعمل له لقاء، هيدي تحسب لعبد الحفيظ. لا، واضح إنه طبعا هي المناسبة في حد ذاتها فرحة. الشيء الثاني حقيقة هذا اللاعب الآن الآمال السودانية كلها معلقة فيه. قد يكون فاتحة لبوابة احتراف لاعبين سودانيين في أوروبا. نتمنى له طبعا الاستقرار، نتمنى لعبد الحفيظ عقود، التقرير الجاي يكون لابس بدلة ان شاء الله. يعطيكم يترك التيشيرت. بالتاكيد نقول له مره ثانيه الف الف مبروك، تصبحوا على الف الف خير، يعطيكم الف الف عافيه، وان شاء الله دائما ايامكم كلها افراح. مشاهدينا، هناك جماهير تعشق كرة القدم، وأكثر ما يحبطها غالبا الخسارات المتكررة، فما بالكم لو لم يحقق الفريق أي فوز يذكر هذا الموسم على أرضه. تصبحون على ألف ألف خير بالتأكيد، بعيدا عن أي خسارات، قريبين إن شاء الله من كل الأفراح. في أمان الله. زعلان يا زعلان، خليت قلبي حيران، ما قلت لك يا حبيبي بطل دلع من زمان. والله الجمهور يبغى الفوز يعني.